مناسبة في واحد حافظ هنا في السودان. بعدين الزول ده قام لقطوا له قروش، قال لهم دار يمشوا عمره، انا بعرفهم. لقطوا له قروش الناس، ودوه قروش، ما عنده حق الطياره، مشى بالبحر، مشى مكه. من اللي خلقه؟ زول حافظ. من اللي خلقه؟ المكه دي اللي في القران ما شافها، وصغيروني مشى طاف وسعى وقعد. عنده 100 ريال، باقي له 100 ريال بس. الزول ده ما بيطلع ياكل، لانه قال لي بس الاكل اللي بيجيبوه في الحرم ده هو بياكل فيه، ويوميا الناس بيجيبوا اكل في كل الوجبات، بس بياكل في الملح ده، مملح بس. كويس، خايف على 100 ريال دي. قال 100 ريال كان راحت انا بنقطع. وهو ذاته خاتي، قال اصله بيرحلوه كده، قال بس دي بيجيبها من بورصدان للخرطوم هنا. طلع من الحرم بعد العشاء، طالع لقاه سعودي او زول كده لابس قطره وحاجات ومعاه شفع. قال لي يا سوداني صليت العشاء؟ قال لي يظهر انه جاي من محل بعيد يا دوب. قالوا صلوا العشاء في الحرم. قال لي ما تصلي بينا، صلي بينا العشاء. هو صوته ندي في القران، بس نتلوا لك نتل شديد. عارف قال شنو؟ قال بيت في قصور الملك فهد فوق. الزول ده امير الفجيره، امير الفجيره، جاي من الفجيره. ساقوا قال الله ما يخليك، بيته فوق. والله الزول ده كان رياضيات ولا كيمياء، والله كان بات في محله ده في البدروب كان بات. الشيء ده ما رياضيات، ده قران رب العالمين. القران بيرفع والله، لكن الكيمياء والرياضيات دي ما بتنفع. اكلمك الزول ده بيت فوق في محل الملك فهد، القصور بتاعت الملوك دي، بيت الصبي يخلي. وداه حاجه وشال منه ارقام تلفونات. كويس راحت عليه، لقيت هناك. جاء السودان اتصل به ورسل له في الفجيره، عنده مسجد هناك. الان الزول ده قاعد امام مسجد بيصلي في مسجد امير الفجيره. رسل السودان اشتروا له 8 قطع اراضي، 8 قطع. كويس يا اخي والله اشهدك ربنا لا يرفعك الله يرفعك. انت ما تساعد.